ومودة لكم منا مشاهدي قناة سواقي، ونحن نجدد اللقاء معكم، وهذه المرة تغطيتنا من الاحتفال الشهري لجمعية غزة الفلسطينية في القارة الأسترالية. هذا الاحتفال هو اللي زرع الألفة والمحبة بين أبناء الجالية العربية في هذه القارة. مشاهدينا الكرام، رافقونا بهذه التغطية. الليلة معنا الدكتور علاء العوادي، وهو متخصص بالباراسايكولوجي أي ما وراء علم النفس. سيكولوجي علم النفس، باراسايكولوجي ما وراء علم النفس. متخصص من دكتوراه جامعة دبي، جامعة دبي، دكتوراه مع دكتور علاء. فاللي حيكلمنا الليلة عن ايش بيعمل هو ومؤهلاته، واذا حد عايز يستفسر مثلا هو بيقوم بعمل تبصير مش هيك؟ بس تبصير برضه ممكن توقعات يعني تبصير وتفسير الاحلام وعلاج روحاني الى اخره. كل هذه الاشياء اللي تتعلق بالباراسايكولوجي ما وراء علم النفس. فاذا حد بعد نديله الميكروفون هلا لفتره 15 دقائق يتكلم، واي واحد عنده استفسار مثلا، في عندنا مثلا في ناس هنا بيامنوا في عوده الروح رينكارنيشن، فهو برضه متخصص في هذا العمل. فأي واحد عنده أي استفسار، أي تعقيب، ملاحظة، أي شيء يقول كومنت، تعليق، يتفضل يتكلم بعد ما يتكلم الدكتور علي. مساء الخير جميعا، وشكرا على جمعية غزة للاستضافة هذه، والشكر موصول أستاذ هاني الترك والهيئة الإدارية. حقيقة يعني علم الباراسايكولوجي طبعا هذا العلم هو القديم الحديث. ربما سائل يسأل انه ما هو علم الباراسايكولوجي، وهل هو حقيقة ام خرافة ام وهم؟ الحقيقة علم الباراسايكولوجي من وجهة نظري وكدراسة، ابتداء طبعا عندي PhD بالعلم النفس والباراسايكولوجي من جامعة دبي. إضافة لهذا هنالك بالفطرة هنالك أشياء ورثناها ابن عن جد في التوقعات والعلاج الروحاني، وعندنا عيادة موجودة الآن في باسيل نأخذ مواعيد ونحل بعض المشاكل مثلا الأسرية إذا كانت هنالك بعض الأعمال شيطانية علاجها بكلام الله طبعا تأييدا. إذا نرجع إلى صلب موضوعنا، نحاول نختصر يعني لأنه المسموح لي يبدو نص ساعة أو 3/4 ساعة فقط. راح أتطرق لما هو علم الباراسايكولوجي. علم الباراسايكولوجي، ولو ناخذ كلمة باراسايكولوجي هي من كلمتين، هي كلمة بارا، تجي كلمة بارا معناها خارج أو ما وراء. السايكولوجي نعرفها هو علم النفس، فهذا العلم هو علم ما وراء النفس. ما معناه؟ كثير من عندنا يمكن تمر بظواهر معينة، مثلا يفكر أو يجي على باله شخص والله من 2 4 سنين ما شفت فلان، وفجأة يشوف فلان يرفع السماعة ويتصل به، أو يصادفه في مكان. هذه ليست اعتباطا. وأيضا هذه راح أذكرها أو أتطرق لها بالتفصيل بس بعد ما نعرف علم الباراسايكولوجي وتاريخ علم الباراسايكولوجي. علم ما وراء النفس كما يحلو للبعض تسميته، طبعا مثل ما ذكرنا البارا هي ما وراء، والسايكولوجي النفس أو علم النفس. في الوطن العربي للأسف لحد الآن هنالك تسميات مختلفة. البعض يسميها علم الخوارق، البعض يسميها القابليات الروحية، البعض يسميها الحاسة السادسة. لكن ظل الاتفاق بشكل عام الجانب علمي هو الباراسايكولوجي، وسموه بلفظة السائي مختصر. ليش يبرز هذا العلم بشكل عام؟ وشو الفرق بينه وبين علم السيكولوجيا وعلم النفس؟ حقيقة علم الباراسايكولوجي أنواع. هنالك مثلا الاستبصار، احنا نعرف أن البصر، نعم شكرا، البصر أنه نستعمل الحاسة للبصر، لكن هنالك الاستبصار أو البصيرة. ما أعرف أكو حادثة احنا درسناها بالعراق في الابتدائية، ممكن مرت عليكم، قصة زرقاء اليمامة، ما أعرف إذا سامعين فيها. هذه كانت بنت عيونها زرق، وفي قرية هذه من يعني قبل الأديان حسب يعني ما فهمنا،
فخبرت أهلها والقرية والعشيرة أن هنالك عدو على مسافة أو على ممشى 3 أيام ناوي يغزو القرية. اللي استهجن بها واللي يعني سخر واللي قال هذه مجنون أو هذه كذا. وفعلا بعد 3 أيام أو قارب هذا وفعلا جيش، حتى وصلت لهم قد هم جنود وحاطين يعني أشجار شجر يعني أشجار وأغصان على جسمها جسمهم الجيش، فما صدقوها وفعلا غزوا هذا الجيش القرية وأبادوا رجالها وأسروا نساءها. هذه البنت لما شافت هذا الشيء شافتها بالبصيرة وليس بالبصر. إذا علم الباراسيكولوجي هو علم يختص بالظواهر الغير مرئية الغير ملموسة. احنا عادة عندنا الحواس ال5، حتى نشوف شيء نستعمل العين، حتى نسمع نستعمل الإذن، حتى نتذوق نستعمل اللسان واليد لللمس وإلى آخره. لكن هذا العلم يتكلم عن الأشياء اللي ما نستعمل فيها الحواس ال5. البداية طبعا من سنة 1889 كان هنالك فيلسوف ألماني يدعى ماكس ديسوار. هذا الفيلسوف من خلال الدراسة يراقب أشياء معينة. يعني تسمعون مثلا أحيانا شخص إذا نظر إلى حاجة معينة هذه الحاجة تنكسر أو ممكن يحرك الأشياء. هذه كلها علم الباراسيكولوجي هو اللي يحللها أو يفسرها أو يعطيها تفسير. هو أول من قام يعني دراسة هذا العلم أسس تجارب معينة. القيام العالم الأمريكي الدكتور جوزيف بانكسوايت من جامعة دوك، وأيضا في الدكتور دوك هذا في ساوث كارولينا في الولايات المتحدة، وكثير من مؤسسة بحوث طبيعة الإنسان أيضا سنة 1965 أسسها. استعان من خلال تلاميذه بتجارب وفتح دائرة تلفزيونية لدراسة هذه الظواهر وماذا تعني. طبعا احنا بمجتمعنا حتى الغربي مو بس العربي قسم يفسرها انه هذا نوع من الشعوذة او نوع من السحر او يعني ناس تؤمن ناس ما تؤمن بهالشيء. لحد الان هذا العلم يعني هنالك كثير يعني بعض التجارب اللي سووها يعني حطوا كروت 20 كارت وقلبوها واختبروا طلاب، فعرفت معظم يعني 20% من الطلبة عرفوا انه هذا الكارت رقم 5 مثلا بدون ما يشوفه، شافه ببصيرته. فهذه التجارب لما اجروها على الطلاب اتضح انه هنالك طاقة، والله سبحانه وتعالى يعني هذا العقل البشري لحد الان احنا يمكن ما مستخدمين الا الجزء البسيط. وفي كتبنا السماوية والقرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يعني كل هذا اللي تسمعنا أو اللي نعيشه هذا جزء من قدرات العقل اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه. الشيء الآخر دكتور كارل أيضا ذكر في كتاباته، يقول هنالك ناس عندهم قدرات يسموهم بالوسيط. هذا الوسيط ربما يتعاطى ويتعامل مع أرواح أخرى. احنا بغض النظر هذه الأرواح كانت سلبية أم إيجابية صالحة أم طالحة هنالك تواصل. طبعا هذه دراسات يعني قد أكون أنا ما أتبنى بعض منها لكن هذا اللي موجود. فهذا الوسيط يتصل بأرواح أخرى. هذه الأرواح ممكن تزوده بمعلومات، ممكن يعني تنطيك يعني افكار او شغلات هي بعدها ما حاصله. انتم سامعين يمكن شخص توقع لحادثه او لكارثه معينه وفعلا بعد يوم بعد شهر بعد فتره معينه حصلت هذه الكارثه. هذه التوقعات تجي بطريقه استقراء. هذا الاستقراء يسموه الجلاء السمعي، ايضا عندنا الجلاء البصري. الجلاء السمعي طبعا مرت حوادث كثيرة، شخص قاعد في هذه القاعة بس عنده استعداد يسمع حديث أو حادثة أو شيء معين في مدينة أخرى أو في بلد آخر، هذا يسموه الجلاء السمعي. أيضا الجلاء البصري اللي حكينا عنه قصة زرقاء اليمامة، هي شافت ببصيرتها وليس ببصرها، فهذا يسموه الجلاء البصري.
او مثلا نحن طبعا انا ممارسه هذه الشغله اثناء الحرب العراقيه الايرانيه، تجي ناس تسال عن اولادها، هذا مفقود هذا ميت، فبطريقه معينه ممكن، والله اعلم طبعا يعني لا يعلم الغيب الا الله، انه قدرنا نعرف انه هذا الشخص مصيره متوفي او اسير او الى اخره. ما هو 100%؟ 80 90% صح، 10% توقعات هذه. رأي الدين في هذا الموضوع وبشكل عام الأديان، يعني بعضهم يفسر أنه تعامل مع أرواح خبيثة أو أرواح بغض النظر كانت خبيثة أو غير خبيثة، وهذه لا أساس لها من الصحة، وهذه مجرد هلوسة أو مجرد هرطقة إذا يعني صح التعبير. بس الحقيقة هي هذه القدرات موجودة عند كل، لكن بدرجات متفاوتة. يعني قسم يسميه الحاسة السادسة أو غيرها موجودة عند كل شخص، لكن تتفاوت من شخص لآخر، ومدى ما يعني البراكتس أو الممارسة لهذا الشيء تكون عند هذا الشخص. أيضا الأبراج تلعب دور، يعني الأبراج احنا عندنا 12 برج، ومائي وترابي وناري وهوائي. أيضا بعض الأبراج خاصة منها الحوت وغيرها الأبراج المائية تكون أكثر سنسيتيف وأكثر استقراء وتحسس لما يطرحه علم الباراسايكولوجي. التطور اللي صار بالنسبة للدكتور راين وضع أسس لتلك القدرات والخوارق اللي هي 4 أسس. الأولى ظاهرة من عقل إلى عقل، وهذه اللي نسميها مثلا أنت تقرأ أفكار الشخص الآخر أو تعرف ايش يفكر، او هذه يسموها تخاطر. احنا هذا الكلام اللي يطلع من فمنا لا تتصورون انه هذه الكلمات والاحرف تروح سدى، وانما تظل موجوده حوالينا وايضا تروح الى مكان اخر. ضربت مثلا انه انت تفكر بشخص ولا فجاه يتصل بك او يتلفن لك او الى اخره، هذه راحت رساله او مسج من عقلك، هذا يسموه التخاطر، من عقلك الى عقل ذاك الشخص تذكرك، رفع عليك تليفون، او انت توقعت يجي ببصيرتك والا تشوفه انت بالشوبينج سنتر او في مكان معين بالصدفه. هي هذه ما محسوبه، وانما فسرها علم الباراسايكولوجي بالتخاطر. وايضا من عقل الى عقل لها انواع ادراك الحسي التخاطر، والتخاطر انواع: تخاطر موسع، تخاطر كامل، تخاطر تنبؤي اللي هو يسموه التوقعات، ايضا تخاطر جاما وتخاطر جاما. الشيء الاخر هو ظواهر من عقل الى بيئه، يعني بعقلك انت بامكانك انه هذا الصحن او هذا المايك انه ممكن يتحرك، في ناس عندهم قابليه انه يحركون الاشياء، هذه بطاقته ممكن يحرك الاشياء، وانتم شايفين بالانترنت او كثير من شبكه يعني بالتلفزيون تحصل هذه المسائل، انه قدرته الروحيه اذا صح التعبير بامكانه والطاقه ممكن ان تحرك الاشياء او تكسرها او الى اخره. الظاهره الاخرى هي يعني بيئه الى عقل. البيئه الى عقل هذه موضوع الارواح والجن. طبعا كلمه الجن كثير يسمعها راسا الرعب انه والله الجن هو الكافر، هنالك جن صالح وهنالك جن كافر. الجن الكافر هو الوحيد يعني اللي يؤذي الاخرين ويتلبس باجسامهم. ممكن كثير من الاخوه يعني ما يؤمن انه هنالك جن كافر. عندنا كتب الدين وكتب التاريخ، السيد المسيح عليه السلام عندما شاف ناس متلبسين ونشان الارواح بالخنازير، والخنازير موحى بالبحر، بالقران الكريم موسع ومفصل صوره كامله باسم الدين، بالتوراه ايضا موجود. ونطلب منه يتكلم عن ممارسته اللي هو بيمارس العلاج الروحاني وتفسير الاحلام، عوده الروح رينكارنيشن. فارجو يحكي لنا عن مثلا العلاج الروحاني اللي بيقوم فيه هو عشان خبرته العمليه، لانه كثير عندنا معلومات احنا اشياء نظريه بس تشوف ايش بيعمل. يعني معروف اكثر واحد بالجاليه بانه عالم روحاني، لكن بيقول بالعلاج الروحاني. فارجو تدي تعطي للاعضاء الجمعيه وضيوفهم شيء عن العلاج الروحاني وتفسير الاحلام. طيب، هو الحقيقه لانه كان موضوع الحلقه الباراسايكولوجي، بس هذا ما يمنع انه تحول الى موضوع.
فبشكل عام إذا الباراسايكولوجي التخاطر يعني حركة الأشياء عن بعد، هذه مثل ما تفضل الأستاذ هاني هذه قضايا نظرية ممكن توصلوا لها بالإنترنت. العلاج الروحاني من وجهة نظري، طبعا صار لي 26 سنة في هذا المجال، العلاج من زمن يعني الأنبياء والأولياء والقديسين وكذا هي استخدام كلام الله فيما يخصني، يعني استخدام كلام الله لعلاج حالات معينة بغض النظر عن دين الشخص أو طائفته، رجل كان أم امرأة، طفل أم شيخ. العلاج بطريقة الباراسايكولوجي أو التنويم المغناطيسي أستاذ هاني يعني بشكل مختصر وبشكل مبسط، يعني أقرأ وأصلي على الشخص وأحط إيدي على رأس الشخص فشوفه ينسحب وينام، بس هو يعني نوم مش نوم العادي يعني فاقد، يعني ما يحس باللي حواليه، وإنما فقط يعني ينسحب إلى الخلف، وبعدين تظل إيده تكتب واحدة، يعني تروحون على اليوتيوب تشوفون تفاصيل، يعني تكتبون الاسم وحالات أنا حاطها على اليوتيوب بعد ما استأذنت من أصحابها، يبين لك بالماضي شو اللي صار عنده من سنة من سنتين من 10 سنين، هل هنالك سحر، هل هنالك تلبس. طبعا السحر مثل ما يعني تعرفون وكثير من الناس اللي تؤمن به، السحر هو عملية تسخير أرواح شريرة لهدف معين، والسحر أنواع، أحيانا بالأكل، بالشرب، بالدفن، حرق، بالهواء. أيضا الأسحار لها أهداف معينة، لفصل الزوج عن زوجها، للمرض لا سمح الله، للمشاكل المادية وإلى آخره وكل هذه طبعا من عمل الشيطان، وكل هذه تغلب الروح. عملي بالعكس من هذا تماما، يعني شخص يجيني مسحور، أول ما أمسك القلم إيدي تظل تكتب واحدة إنه أنت عندك كذا 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 من كذا سنة يعمل لك يا فلان، بس حتى تتأكد نجري البروف أو التنويم المغناطيسي لهذا الشخص، فتشوف إيده تظل تكتب نفس المعلومات اللي أنا أشرت لها بالورقة والقلم، أنه مسحور وسحر فلان بالسنة الفلانية، الغرض من السحر، نوع السحر إلى آخر من التفاصيل. هذا بالنسبة للسحر. بالنسبة للمس الشيطانية عملية تلبس روح شريرة في جسم الإنسان. فنشوف في جسم الإنسان يعني عندنا الروح اللي من الله سبحانه وتعالى، لكن لما تتلبس بروح أخرى وهي شيطانية بالتأكيد، لأن الروح الصالحة احنا صح بشر، لكن هنالك أرواح أخرى هي الجن. هذا الجن منهم صالح ومنهم طالح. الجن الطالح أو الخبيث هو اللي يتلبس بالإنسان. يتلبس بالإنسان، ربما سائل يسأل كيف يتلبس بالإنسان؟ يتلبس لسببين أو لطريقتين. الطريقة الأولى نتيجة حادث، صدمة، مشكلة حصلت، هو الدبل أو الروح الشريرة تدور على شخص ويك فروم انسايد، يعني اللي يذكر الله باستمرار وإن شاء الله قريب من الله صعب أن تدخل بالروح الشريرة يوم محصن. فسامعين احنا بحياتنا اليومية وأهلنا وآبائنا وأجدادنا لما الإنسان يعصب أو كذا يقول له ما تعصب، اذكر اسم الله، الشيطان مو ميت أو كذا، احنا بالعراق نسميها. فالشيطان أو الدبل أو الروح الشريرة يدور على شخص مر بصدمة أو شوك أو مرض أو حادث، فيكون نفسيا منهار أو ضعيف، سبب مباشر للدبل أن يتلبس بالإنسان. هذا السبب الأول. السبب الثاني أو الاحتمال الآخر نتيجة فعل فاعل، يعني في ناس للأسف متخصصين بالإيذاء يسموهم السحرة والكذا، تروح له وتنطي مبلغ من المال، والله أنا حاب فلانة تطلق من زوجها، حاب فلان يمرض، حاب فلان يمسك الذهب يصير تراب بإيده مثل ما التسميات الدارجة، فيعمل طلاسم وتعاويذ معينة وكلها طبعا عكس مرضات الله وكلها حرام. فيقول له روح حط لي اياه بالاكل بالشرب، ادفنه في مقبره، ووديه بعتبه البيت، رشه في مكان. فيبدا الشخص من يبدا التاثير السحر او المس، هذا الشخص يتصرف باشياء خارج عن ارادته. ايضا من علامات الشخص المسحور يكون عنده تنمل باطراف اصابعه، بعد الشاور يحس فتحيجي بالجسم، احلام مزعجه، يقرر شغله بعد نص ساعه يروح يغير افكاره، بعد ساعه يروح يعني متقلب المزاج اون اوف. هذه اضافه في ناس انه
تمر بهم اشياء بالليل، حتى انا في حالات ينضرب جسمه ازرق من الضرب، يقعد من النوم هو يعني الجن ايضا يضر. هنالك تاثير عضوي وتاثير نفسي على نفس البشريه. عملنا بالحقيقه هو يعني انه اول مره نستنطق هذه الروح الشريره ونسال من وين اجت وكيف اجت. طبعا نرحب بالصديقه والزميله ست الهام حافظ. اهلا وسهلا، يا مرحبا. كيفكم؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. يا مرحبا. اهلا، الله يقويك ان شاء الله. كيفكم؟ عندك شوي عشان افتح. في الموضوع هذا طويل، مواضيع طويله جدا فيها، انما اذا في عايز اي شخص مثلا يستفسر عن تفسير حلم، ايش هو تقمص الارواح، العلاج الروحاني، والظواهر المخفيه، اي شيء بيتعلق ما وراء الطبيعه اللي هو باراسايكولوجي، ممكن نفتح النقاش مع الدكتور علاء. فاي واحد قاعد يحب يتعلق او يتكلم او يستفسر اهلا وسهلا به، او بنتابع النقاش. لو سمحت استاذ هاني. مساء الخير، اشتاق لكم والله. صار واحد مثل عنده هوس كل ما بيجي اول اسبوع كل نهار جمعه من اول شهر، فالواحد بحس حاله لا شعوريا انه بده يركض ركض ليكون معكم. فما بيكون اليوم بالدكتور الله يطولنا بعمره دكتور علاء عوادي. يمكن اليوم انا عندي سؤال اذا بتسمح. مؤخرا صرنا كثير عم نسمع عن الارواح في ناس الاشباح اللي عم يشوفوها. نعم. مؤخرا باستراليا بعدد من الولايات الاستراليه، وكان في التثبيت لها بالصور، في ناس اخذوا صور او حتى الكاميرات اللي كانت موجوده. وناس اكدوا انه هيدي موجوده وعن حقيقه. حتى في ست كان في بيبي نام بالتخت وفي عندها الكاميرا لتراقب الولد اذا نام. حتى لاحظنا ارجونا اشباح صغار عم يدخلوا يطلعوا بالتخت مثل كانه هوا او شيء. فيا ريت تاكدنا هل هيدي الخبريه مضبوطه ولا لا دكتور علاء؟ شكرا ست الهام. حقيقة أنا قبل حضورك بثواني يمكن أو دقيقة أنا أشرك احنا هذه القاعة اللي قاعدين فيها مو يعني هنالك أرواح أخرى موجودة معنا إن كانت صالحة أو عاصية، وهذه حقيقة موجودة كثير من الصور. طبعا هم موجودين أحيانا إذا كانت كاميرا فيها حساسية عالية ممكن تلتقط هذه الأشياء. طبعا الأرواح ست الهام والحضور يشكلون بصيغة حيوان، بصيغة حتى شخص. أنا مرت بي حادثة ومذكورة على اليوتيوب، شخص كلمني وقدم لي خدمة معينة وبالنتيجة والله أعلم طلع انه روح من الارواح. الله سبحانه وتعالى خلقهم من مارج من نار، وهذه مذكورة في القرآن الكريم. يتشكل بشخص انسان او بحيوان او بكذا. الارواح موجوده، والارواح منها الصالحه ومنها الطالحه. احنا نسمع يمكن ست الهام واستاذ هاني والحضور انه هذا البيت مسكون او هذا البيت عتبته كذا. هذه كلها حقائق. انا مع يعني هذا الاعتقاد، ومرت تجارب معي من خلال المرضى اللي عندي بعيادتي. يعني مثلا متكلمين الروح اللي تتلبس بالانسان او يسموه المس الشيطاني، يتكلم باصوات، صوت حيوان، صوت امراه وهو رجل، اطلع من جسمه ما اطلع، عن تقريم بعد من فلانه بعد من فلان حتى. فهذه ست الهام حقيقه وموجوده. اذا يمكن استاذ هاني تتذكر في حادثه في نفق في كتومبا، وكانت بنت يبدو انه تعرضت لحادث، وحتى كانال 9 واعتقد يمكن عندكم بالتوامين تذكرتوها يمكن قبل كم سنه كنت اسمعها، وانا كنت متبرع قلت احب اروح يعني يسمعون اصوات او صراخ هذه البنت اللي بالنفق. فالناس ترجحها انه روح المسلوبه، بس احنا كمؤمنين نعتقد انه روح تصعد الى الله سبحانه وتعالى في شيء اسمه عالم البرزخ. هذا عالم البرزخ هو اللي يعني الويتنج ستيج. يمكن الاستاذ هاني يختلف معي لانه عنده ايمان بالتقمص والى اخره، بس احنا نعتقد انه لكل شخص قرين. فلما تسمع انه شخص يحضر ارواح، هو الحقيقه ما يحضر روح البشر، وانما هنالك قرين عند البشر، يعني مثل الصندوق الاسود بالطائره. فلما تحضر قرين ذاك الشخص
ويحكي لك عن الشخص المتوفي وكذا وكان يعمل كذا ومص كذا، هذه قرينة. نرجع للحديث هام. نعم هنالك أرواح وأرواح ممكن نلمسها أحيانا تقي. يعني كثير من الكوستمر اللي عندي التلفزيون يفتح ويطفي، اللمبة تفتح، الباب ينفتح، هذه موجودة لأن هم يحركون هذه الأشياء. بدي أنا أعلق على كلام الست إلهام على بتشوفوا أشباه. أنا هتكلم من ناحية علمية، مع إنه الظواهر هذه ظواهر إلها لغز كبير لا نعرفه العلم حاليا، لكن محاولات. كل شيء في هذا العالم إما يكون طاقة أو مادة، وقد يتحول من مادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة، فليس هناك أي شيء يروح هباء منثورا أبدا. فالشبح أو الروح اللي بتشوفوها هذه عبارة عن طاقة مجمدة لحادث مأساوي حصل، فالطاقة لم تذهب. الروح طاقة طبعا، والفكر طاقة، كل شيء طاقة. لم تذهب إلى العالم الروحاني لسبب إما حادث قتل مثلا غير طبيعي أو لأي شيء ثاني. فأنا قريت كتاب لوحدة موهوبة بتطلع على فوكسل، برنامج فوكسل، عندها الله أداها الشفافية إنه ترصد وتشوف الأرواح المجمدة بس، مش في العالم الآخر، هذا الجمدة في هذا العالم زي ما قلنا لأسباب مأساوية، وبتتكلم معهم وبتقنعهم إنه لماذا بقوا في هذا العالم بعد الوفاة طبعا، ولم يذهبوا إلى العالم الأبدي، وبتقنعهم. فالحقيقة هذا تفسير إنه الشبح هو طاقة مجمدة. إذا واحد عنده أي سؤال فيه الأستاذ جميل بتشون عايز يتكلم. شكرا دكتور. عدة نقاط أنت وصلت لها، من خلالها كنت تتحدث عن البيئة وتحدثت عن العقل وتحدثت عن الوقف الداخلي للإنسان. السؤال هو كالتالي: إنه ما تراه العين يخلق صورة في داخل العقل. صحيح. وهذه الصورة تتكرر طالما كان الإنسان أراد أن يكرر هذه الصورة. إذا أراد الإنسان أن يغير هذه الصورة بعقليته فممكن أن تتغير هذه الصورة. لكن السؤال: إذا كان إحنا مقتنعين بأن البيئة تؤثر على الإنسان وعقل الإنسان، وأن الضعف الداخلي بالإنسان يؤثر على عقل الإنسان، السؤال المطروح الآن عليه: هل هي الثقافة الاجتماعية، هل هي التقاليد التي تؤثر على هذا الإنسان وتخلق صورة في عقليته، غير موجودة إطلاقا وليس لها علاقة بالإنسان؟ إذا جينا حللنا وسألنا سؤال: ما علاقة الأديان بالتفسير اللي هو الروحاني؟ فالسؤال بيكون كالتالي: إذا كان شخص ينتمي أو يقتصد عقيدة محمدية أو مسيحية أو يهودية أو بوذية، بأي لغة نتحدث معه حتى نستطيع أن نخرج هذا الإنسان من المأزق اللي هو في داخله، في ضميره، في عقليته؟ الصورة التي خلقها هو، خلقها بنظرته، خلقها بعقله، كيف نستطيع أن نغيرها إذا ما كانت البيئة والثقافة الاجتماعية والتقاليد هي المساعد الأول والأخير؟ يعني أنا أتقاطع معك أو أعترض على موضوع إنه الصورة. أنا حديثي كان إنه هل هنالك أرواح تأمن معي إنه هناك أرواح أم لا؟ هذه النقطة. والشيء الآخر إنه الأديان كلها بغض النظر عن يعني تسمياتها هي كلها تشير إنه هناك إنس وهنالك جن.
الإنس إحنا اللي دم ولحم موجودين، لكن الجن من زمن آدم، وهذه قصة معروفة بعد ما الله خلق آدم سبحانه يعني عليه السلام، وطلب من الملائكة أن يعبدوا لهذا المخلوق الجديد فأبى واستكبر الشيطان، وهو كان من المتعبدين من أفضل يعني الملائكة على مستوى عزرائيل وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فأبى واستكبر. لكن هي هذه معادلة الحياة يعني بالنسبة أنا أوضح الجن غير إنه الصورة. فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينهي هالجن اللي عصوا، لكن الله سبحانه وتعالى هذه معادلة الحياة. هنالك هذا طريق الخير، هناك طريق الشر، وبعد لنا كتب ورسل وأنبياء، وبعدين في جنة ونار إذا كنت تؤمن بهالمسألة أو لا. أنا إيماني إنه الله سبحانه وتعالى هو قادر أن ينهي الشيطان، وقال للرب حتى إنه أنا راح أحاول أخلف ما يعني أفكار عبيدك. الله جاوب سبحانه وتعالى قال أنت ما تقدر على المؤمنين أو إلا الشخص الضعيف. وإحنا ذكرنا قبل شوي الشخص الضعيف هو قليل الإيمان البعيد عن الله سبحانه وتعالى، يكون أرض خصبة وحاضنة جيدة للأرواح الشريرة. بالنسبة لسؤالك يعني إذا فهمت بالطريقة الصحيحة إنه العملية مو عملية إنه صورة تتركز في ذهن الإنسان. يعني أنت مرات مثلا يمكن تعيدني الفكر إنه مثلا تشوف حالة وهي الأول مرة، بس أنت متأكد كأنه مرت عليه قبل 10 سنين. شايف الحالة هذه؟ أو مثلا أنت تفكر بشخص مثل ما ذكرنا وفجأة شفته أمامك أو رفع التليفون، هذه بعلم التخاطر بالباراسايكولوجي، راحت ذبذبات، راحت طاقة من عقلك إلى عقله ووصل المسج ذكرك واتصل بك. أما بالنسبة للصورة اللي تنطبع هذه كل عقل بممورا بتخزين لأشياء معينة. يعني يمكن لما كنت بالكندجاردن أو المتوسطة أو بالابتدائي تتذكر، مش انه عم تروض انت الصوره لك. انا قصدي انه احنا ما عايشين في هذا الكون لوحدنا، الله دا يخبرنا هنالك مخلوقات اخرى. لذلك لحد الان وكاله ناسا عم يبحثوا برقيات عسى وان يحصلوا رقم من عشرات السنين، لانه هنالك ايمان، هنالك عالم اخر او بالاحرى ارواح اخرى ممكن تتعاطى. وخاصة في انجلترا انا ذكرت يعني بس استاذ هاني يحاول انه ندخل في مجال الاختصاص اكثر من جانب الباراسايكولوجي. هنالك جامعات متخصصة ودراسات للعلم الروحي في انجلترا وغيرها. هنالك شواهد، هنالك آثار على الارض لارواح ليست من صنع البشر. الصورة اللي تعتقد بها ما أعرف يعني أنا سؤالك ما فهمته بالضبط. هي مش عملية إنه أنت خزنت في شيء معين، لا، هنالك أرواح نتأثر بها وأيضا نتأثر بها. لذلك يعني لما نشوف مثلا لما نعالج شخص أظل أستنطق على الروح الشريرة. قلت لك اكتب اسم وشوف بالإنترنت يبدي يكلم هذه الروح الشريرة، أنت من وين جيتي على فلان؟ والله أنا بعثتني فلانة، والله أنا لا أنتقم منه، أنا كذا. أو مرت حالات إنه والله يعني داس على شيء معين وهذا واحد من أولاد الجن وأنا أنتقم منه. مرت بي شخصيا من ضمن يعني الكوستمر اللي يجون عندي. أو واحنا حتى بكل الأديان أنا ما أحاول أحشر الدين، بس أنا من خلال ثقافتي الإسلامية أحاول يعني إحنا حتى من ندخل الحمام هنالك كلام معين إنه أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، أي ذكور وأناث الجن. يعني لا حياء في الدين، لا حياء في العلم، حتى بالمعاشرة الزوجية هنالك شيء تقوله، لأن الشيطان حيشاركك في المأكل وفي المشرب، سمي باسم الله حتى تأكل. هذه كلها موجودة والأديان وفسرنا إياها. فأعتقد ما أعرف يعني إذا هذا كان سؤالك. دكتور سوري يمكن حأكد على رأي الدكتور هو مضبوط فعلا. نحن بالشيء عم يقولوا هلا في بالقرآن الكريم ذكر بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون. فهذه فعليا هم موجودين. حتى في حادثة صارت يمكن من فترة شوي طويلة بمصر بالضبط، ماشي مع بنتها مسكتها ايدها
بمصر وانقبلت فيها الدنيا كلها، مسكتها ايدها وماشي وبنت بارعة الجمال. فجأة عم تحكي وبنتها طلعت بنتها مش معها، فما خلوا لا شرطة ولا بوليس ولا بالاخر حدا قال لهم يا عمي شوفوا شيخ، اسألوا شيخ بالموضوع. فقال لها بدك تحددي لي النقطة اللي انت وين حسيتي انه بدك انفقدت منك، وفعلا اجوا قالوا احفروا لي هون، حفروا له لقوا اسوارة البنت اللي كانت بايدها على عمق يمكن اكثر من شي مترين. فالبنت اخذت، فهذا دليل على انه فعلا نحن موجودين، وفعلا نحن مثل ما ذكر الدكتور علاء ما شاء الله عنه ثقافته كثير واسعه ما شاء الله، والحكي اللي عم بيقولوا فعلا يمكن نحن بننسى، بس في شغلات فعلا نحن لازم نذكرها لانه هن فعلا موجودين بكل بساطه. فهمت. وانا كنت شاب صغير هيك في هالشارع عندنا بمنطقه الزيتون، كانوا في عندنا زاويه نصلوا فيها، يجيبوا هالنسوان هالشيخ يروح عند الشيخ يقولوا له شوف ان هالبنت تبصر ايش مالها اول ولد. يجي الشيخ يقول له ابنكم صايبه جن واحد من طائفه ثانيه او جن هندي الى اخره. هل هذا صحيح؟ يعني في جن من طوائف؟ بس شكرا. جن قوائم يعني عشائر وقبائل ومذاهب وأديان. احنا نتكلم الجن بشكل عام. طبعا الجن له اصناف، ومنهم ذكور ومنهم اناث، وطبعا ايضا الجن درجات. يعني شوف عندك جن وعندك عفريت وعندك مارد. المارد اعلى درجه من القوه ومن الطاقه يعني. وتصير صراعات، حتى بعض الكتب هذه قريتها، حتى بعض العواصف قد تكون هي صراع بين قبائل من الجن، وليس يعني العهد عراض. يعني تعرف هذا العلم المشكله انه يعني هو اقرب الى الفلسفه منه الى الجانب العلمي، لانه الشيء الملموس هذا قلم اذا انقلم، لكن اشياء ممكن دراستها من 1889 درسوا هذا العلم وشافوا هنالك اشياء ما ملموسه، واحنا ما نستعمل حواسنا الخمسه فيها، لذلك بلش علم الباراسايكولوجي. اذا يعني الجن هنالك قبائل، اطياف، مذاهب، درجات من العلم، منهم ثقافته عاليه او ممارسته عاليه، وبعدين هم يعمرون آلاف من السنين. الطفل الرضيع بالنسبه للجن 400 الى 600 سنه، اللي اكثر منا بال2000 إلى 3000 سنه يقارب سن الشباب بالنسبه للانس، يوصل الى 6000 8000 سنه. بعض الجن لما يصير استحضار الى يذكرنا مثلا بغزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او سيد المسيح، او حتى قبل الديانات. اذا هم يعمرون آلاف السنين، واكلهم اذا تسال عن الاكل هو عن طريق الشم، لان هم الله خلقهم من نار او مارج من نار، فحتى تغذيتهم تختلف عن تغذيه البشر. يعني ما يحتاجون امعاء، يعني مخلوق اثيري، فهذا المخلوق الاثيري حتى تغذيته تختلف عن تغذيه الانسان. نرجع لكلامك. نعم هنالك انواع من الجن وذكور واناث، ويصير تزاوج عندهم، وحتى تزاوجهم الله سبحانه وتعالى عظمته انه الارنب 4 يوم، الامراه 9 أشهر. هم في اجزاء من الدقيقه يحدث التناسل والحمل والولاده. والله اعلم. هو وين موجودين؟ نعم. أعور الدجال ما يزال في جزيرة البحر. حتى يعني حتى عم يصير هيدا مثلث الرحمات موجود برمودا. موجود. اي موجود. بس ما خلت سنة صارت نقرا ما مسحت. طيب وين هاي القصة اللي هي شوف بس هيك تعالوا نبدا من شيء بيور، تعالوا نبدا من البداية. يعني راكمت علينا افكار كثير وزادت، وهذا عالم وهذا نظري وهذا الى اخره. ليش كنا طالعين هذا ضوء
ما في حد يقول لك لا والله هذا اسرائيل، لا هذا قناه. لا هذا غلط. لا هذا بيسجل. يعني مين اللي بيسجل؟ بقول لك اللوح المخطوط، يعني هذا بيدخل لسه في شغلات قد تعتبروها انها الحاج. اللوح المخطوط 70,000 ذراع، 70,000 ذراع، ليش؟ لانه العقل البشري ب 1500 سنه ما قدر يعني اليوم في متر شيء يساوي قدرته. انه نحن اليوم اقوى من الله تبع 1500 سنه ورا. انا اقوى. عملت كله شيء رساله تعمل هاي انا ما اعرف يعني. انا لو بدي احكي بدي شغله عن الكهرباء طيور مش من حدا حاضر عليها انا بنت اختك هذه على ست توفي او بس اول كلام قالت لي اني البنت حكت عن عمر الماضي والعمليه ما فيها قوس وضرب قواس حتى حكت اوه قلت انا مدة قواس مين انت؟ قالت له انا ام لفارس وفهد. فهد قوس فارس ووقيت على فارس مش تقواسي فيكي مهد. انا حطيتها على صدري وعم حكيها يعني تعمل لي عمي مرقت امي من فوق حد ما امي لازم منديل تعمل لي عمي قال لي كنت تجيني من ستي بس زي يعني حتى الحرب مش قادره تنطق. الولاد بس اللي بيحكوا فيها مش كبار الاطفال فقط. ليش بنت عمي يعني من مصداقيه الحديث كنا نروح على بيت عمي طالع مريض في قناه ايوه مثل هاي القنايا اللي وقعت فيها الناس. شوفوا فؤاد والكلام كله مستمعين والموجودين طبعا. تكلمت على تقمص الارواح الذي يسمى الان عوده الروح. الفكر هذا بيعتقد فيه عدد كبير حتى في الدول الغربيه 29% من الشعب الامريكي بيعتقد في عوده الروح. ملخص عوده الروح ملخص عوده الروح انه الواحد قبل ما يجي من العالم الابدي الى العالم الارضي بيرسم خطه بلو برنت ايش يعمل يقوم فيها بهذا العالم من اجل اكتساب الحكمه والنضوج والفلسفه الى اخره، عمل الخير والمبادئ والقيم، وبيرجع للحياه الابديه. لكن طبعا الاديان سواء السماويه الاسلام والمسيحيه بيعارضوا هذا الفكر، مع انه في تفسيرات تؤكد هذا، مش عود الدين راسا من تفسيرات سواء في الدين المسيحي والدين الاسلامي. فالحقيقه يعني هذا صار موضوع مطروح للشرح وبعد بدات بعضه. فنرجع انه يعني علم الباراسايكولوجي هي دراسه الظواهر التي لا نستعمل فيها الحواس الخمس، نرجع للتفكير، والارواح موجوده ومنها الصالحه ومنها الطالحه وموجوده في كل مكان، واحنا مجبورين انه حتى حضرتك او الحضور يعني في اشياء فوق ادراكنا الحسي. يعني احنا يعني انت تؤمن بالله بس انت يعني هل شفت الرب سبحانه وتعالى؟ مو كل شيء انت ما تلمس بعينك معناها تنكره. الانبياء دساتير ورسل بعثهم الله سبحانه وتعالى لنا، فنحاول نبتعد عن النقاش الديني. اذا كان مداخله او شيء يعني بلا. اظن بهذا القدر نكتفي من جدال، ودائما الراي والراي الاخر مهم، فبنكتفي بهذا القدر من الحديث ومن المحاضره. نشكر الدكتور علاء العوادلي على معلوماته القيمه الروحانيه في الباراسايكولوجي. وعايز اقول جمله واحده بس، حتى العلماء مش روحانيين، العلماء في العلوم الطب الكيمياء الهندسه بيسلموا على انه اللغز العقل البشري هو اهم اعقد لغز في العالم، حتى اعقد من خلق الكون. وبالتالي مهما تجادلنا لن نصل لنتيجه، لان العلماء نفسهم مش قادرين يعرفوا النتيجه. واعتقد في الكشف عن لغز عمل العقل البشري فيه هو النهايه اللي هو القيامه، لانه نقول اذا قدرنا احنا نعرف سر نقطة اللسان عن سر الحياه الممثله بالعقل البشري، يبقى صار الانسان ارتقى
الى مرتبه الله استغفر الله العظيم الكريم يخلق الانسان. فكفايه على الجدل هذا، وزي ما قلت العقل البشري لغز، وهذا جدل طويل وما في بعده وتشوف عنه الا بالايمان بالله بس. شكرا جزيلا دكتور علاء. الى الان وما نكون. مشاهدينا الكرام، أينما تواجد الاحتفال والاحتفاء فلا بد أن يكون هنالك مبدع عراقي، واليوم هذا الاحتفاء تأطر بمبدع عراقي وهو الدكتور علاء العوادي الذي ألقى محاضرة وكان العمود الفقري بهذه الاحتفالية، محاضرة بعلم الباراسايكولوجي. راح نلتقي به وراح نسأله شو ضمنت المحاضرة. مرحبا بك دكتور. مرحبا. حقيقة هي فرصة ودعوة من جمعية غزة في استراليا سيدني، وكنا نتحدث عن موضوع الباراسايكولوجي وعن موضوع الجن، وهل الجن حقيقة أم خيال، وما هو العلم الباراسايكولوجي ودراسة الظواهر غير المرئية. فكان نقاش حقيقة من الأخوة الحضور، كنا نريد نوضح للناس أنه مو كل شيء ما نشوفه إذا هو ما موجود. الله سبحانه وتعالى ما حد شافه بالعين، لكن نعتقد الله سبحانه وتعالى. فعلم الباراسايكولوجي عمي يدرس ظواهر لم تستعمل من قبل الحواس الخمس، وهذا كل ما ندخل في هذا العلم نتذكر انه عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهالعقل هذا اللي ما مستعملين اقل من ربع لحد الان هو من عظمة الخالق ومن الغاز الخالق. فردنا نوضح هذه المسألة. اللي كيف نظرت لهذه الاحتفالية البسيطة اللي هي من اجل لم شمل الجاليات العربية المتواجدة، وكيف طرحت المحاضرة، وهل كانت الاستجابة بمستوى تلك المحاضرة؟ والله هو استاذ حسين الموضوع هو شيق وذو شجون، يعني اي شخص لما تحكي معه بالسياسة يمكن دقائق ويمل او عنده وجهة نظر، لكن هنالك هذا العلم الواسع واللي لحد الان بعدنا ما وصلنا الى مديات يعني متقدمة به، لكن الجامعات وبحوث علمية تدرس هذه المسائل من التخاطر وتوارد الافكار والتوقعات والبصيرة والاستبصار. فهنالك يعني تجاوب، ومع احترامنا لكل الآراء ان اتفقت او كانت بالضد، بس بالنتيجة يجب ان نوضح الشيء اللي نعتقد به ونؤمن به، وبالنتيجة كل شيء بأمر الله، واحنا نؤمن الله سبحانه وتعالى هو خالق والمسيطر على كل شيء. شكرا لك دكتور. وننتقل لأحد الحاضرين. أستاذ اليوم أنت متواجد، واليوم احنا نرى هذا يوم بالشهر تجتمعون به من أجل أن تناقشون المواضيع، تحتفلون، تتعرفون على بعض. اليوم جمعية غزة تجمع العرب تحت خيمة اسم غزة اليوم في القارة الأسترالية. شنو انطباعك عن هذا الاحتفال؟ نعم، الحقيقة كتير فرصة حلوة تشوف هالأوجاع الحلوة الموجودة، وخاصة الدكتور علاء اضطر على موضوع كتير مهم، هي الباراسايكولوجي والورائيات، هي اللي اسمها حاسة السادسة، وناس كتير بيمتلكوها، أنا عندي إياها كمان، وهي شغلة كتير الناس بيحبوا يعرفوا شو هي. الحقيقة قوة خارقة، كل الإنسان عنده الحاسة الخامسة، بس في ناس عنده الحاسة السادسة، وهالموضوع كان شيق جدا، خاصة وجود الموجودين هون. الحقيقة حسينا حالنا كأننا ببلادنا. مشاهدينا الكرام، معنا أيضا عراقي متواجد، لكن هذا العراقي هو صحفي وصاحب مهنية كبيرة، وأينما تواجدت الجالية العربية تواجد الصحفي محمد حسين، وراح نلتقي به. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. اليوم متواجد بهذه الاحتفالية، وإحنا أسعد بوجودكم أخ حسين. الله يسلمك. شنو انطباعك عن هذه الاحتفالية اللي تجمع الجالية العربية؟ كل يوم تقام هكذا مناسبة، كل يوم بالشهر يعني تقام هكذا. نعم. نعم. الدكتور علاء العوادي محاضرة اليوم. صحيح. تنظر لهذا المحاضرة. نعم، أنا وصلت لي دعوة عن حضور هذه الندوة اللي خاصة بعلم ما بعد علم النفس، يعني ما وراء الطبيعة. عفوا. فأول مرة بصراحة أحضر إلى جمعية غزة، شفت بها من مختلف الجاليات العربية، يعني احنا عراقيين موجودين، فلسطينيين، كل لبنانيين موجودين قسم. فاللقاء كان كل شيق، وموضوع حساس، موضوع علم ما وراء الطبيعة. فبصراحة احنا يعني نشجع تناقح الأفكار، تلاقحها واجتماعها تحت
سقيفه انه واحده يجتمعون العرب يتحدثون يتناقشون. بالضبط. احنا ندعم اي عراقي كالدكتور العوادي او اي عراقي مبدع، احنا لازم نكون اول الحاضرين له في سبيل ندعمه اعلاميا وامام الجاليه. مشاهدينا الكرام، دائما ما يتجدد اللقاء مع الاعلاميه المميزه الهام حافظ في القاره الاستراليه، وراح نسالها اليوم هي تواجدت مع الجاليه الفلسطينيه والعراقيه واللبنانيه في هذا الاحتفال الشهري لجمعيه غزه الذي يقام من اجل توطيد العلاقه بين العوائل العربيه المتواجده ومد جسور التواصل للحفاظ على اللغه. اهداف كثيره تضمنها هذا الاحتفال وراح نسالها وراح نتعرف على الاحتفال. شكرا جزيلا لها الاستقبال، وفعلا حضرتك قلت انه بهالتواصل الشهري اللي انا بجل وبحب وبحترم، فانا باتجاه الجاليه الفلسطينيه عندي شو بدي خبرك، عندي عشق بيناتهم، وخاصه هن الانسان اللي عم بيتالم، فكتير بيشرفني انه انا تكون، وحتى بتلاحظ حضرتك انه ما بس الجاليه الفلسطينيه الكل يعشقها والكل بيحبها، ونحن جاليه عربيه كلنا موجودين، فلي شرف كتير كبير، وفعلا كل شهر بجرب اعمل جهدي حتى اكون مع الناس الطيبه. نعم، هذا يسعدنا ايضا، احنا كل شهر نلتقي ان شاء الله. كيف كانت الكنافه؟ يام الكنافه النابلسيه بتجنن، وبعدين الفلافل، مدت الفلافل الفلافل كانت كتير طيبه، وبعدين فعلا اليوم الليله كمان كانت مميزه، دائما هي مميزه دائما بوجود كل هالناس الطيبه، ولاحظت انت الكل بيجرب، بتحس انه هن شعب مضياف، بتحس الكل عم يجرب انه يحتار شو بده يعمل لك. بالاضافه عنا اعلامي كبير، يعني اعلامي كبير هو الاستاذ هاني ترك، اللي دائما بنحس حالنا هالقد حده، لانه ما شاء الله عنه هو هيله كثير كبيره، فهو صديق عزيز، وفعلا من زمان وجاي تعودت اجي هون دائما. محاضره الدكتور بس انا كنت بدي اعرج عليها صراحه. محاضره الدكتور علاء، يعني اولا الدكتور علاء غني عن التعريف، فعلا كانت كثير مهمه. اولا دكتور علاء انسان مثقف جدا، بيطالع جدا، وبعدين عنده فكر ما شاء الله عنه كثير واسع، ففعلا كثير استفدنا، وحتى في قصص نحن فهمانينا حسينا وكانه هو ركز لنا عليها، وانه مزبوط الشيء اللي نحن بفكرنا، فاكيد بدنا نقول الله يطول بعمره، وان شاء الله دائما بيكون نواره بيناتنا. نعم، اسم غزه اللي يحمل الالام للعرب. نعم، نتمنى انه دائما تكون غزه بخير، ومن هاي ابتسامتك نتمنى للجميع ان يكون دائما بخير، وللجاليه العربيه دائما في كل مكان الامن والامان والاستقرار والخير. شكرا لك يا هلا، شكرا جزيلا ويعطيكم الف عافيه. ثانك يو سو ماتش. وننتقل للاستاذ استاذ، اليوم انت كنت العمود الفقري لهذه الاحتفاليه، وكنت الاعلامي الموجود. استاذ، يعني حتى نكون استاذ، اليوم انت كنت متواجد ودرت هذه الندوه وهذه الاحتفاليه، تقييمك والهدف من اقامه هذه الندوه؟ الهدف هو اعلام ابناء الجاليه واعضاء الجمعيه غزه الارثوذكسيه بعالم الظواهر الميتافيزيقيه. بدل العلم من حوالي 20 سنه الى الان، وحتى الان وفي المستقبل راح يبحث في الظواهر ما بعد الطبيعه. كان العلماء زمان، علماء الروح او الفلاسفه في القديم، يتاملوا ويتكهنوا الى اخره، وما كانوش، وبعضهم كان يامن في الميتافيزيقا في القرن من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين، صاروا يامنوا في الاشياء العلميه المحسوس المنظوره. لكن في القرن بدايه القرن الحادي والعشرين مع تطور العلوم بدات الفلسفه فلسفه العلم، ورجعوا فيها لكل ما ازداد العلم تزداد لغز الكون والانسان تعقيدا، وبالتالي التجأوا الى الميتافيزيقا العلميه. فالحقيقه انا بتابع الظواهر العلميه الميتافيزيقيه، ومن ضمنها علم ما وراء السيكولوجي اللي هو باراسيكولوجي. فكان هدفنا هو الحقيقه التبحر في هذا الموضوع، انما الوقت ما بيسمعش، والدكتور علاء عنده علم كبير بالعالم الروح من خلال ممارسته، ومعروف في ابناء الجاليه العربيه في استراليا. بس زي ما قلت انه لغز العقل البشري اعقد من انه حتى يتطرق اليه العلماء، مش بس علماء الروح، العلماء في العلوم، الطب، الهندسه، الكيمياء الى اخره. فموضوع طويل
التفصيل هو الحقيقة، لكنما حاولنا بنبذة أو مدة قصيرة أنه نعرض للناس من خلال هذه الندوة على أنه مع زيادة عقدة فهم على العقل البشري وخلق الهون ما بضل فينا غير الإيمان، سواء الدين المسيحي الإسلامي أو اليهودي، الإيمان بقدرة الله الواسعة. شكرا لك أستاذ. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت تغطيتنا لهذا اليوم. تقبلوا مني أجمل التحايا والتبريكات.